ونشكر مشايخ ريما جميعا قاطبة كلهم، ومشايخ بن الضبيبي عامة، وكل من لبى وكل من شارك وكل من ساهم في اليمن بشكل عام. ونطلب بالقصاص مطلبنا جميعا بإذن الله تعالى، وفي أمر الله تعالى لأخذ ثارنا من ارتكبوا الجرم الشنيع في شارع خولان بحق حميد هشام الضبيبي وزوجته وأطفاله. والحمد لله على المصاب بالجلل، ونسأل الله من القيادة أن تعجل بسرعة المحاكمة، محاكمة مستعجلة كي ينال الجناه ردعتهم، ولا يطاع أي شيء ثاني يخل بالأمن والمجتمع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصاص بإذن الله تعالى. كما نشكر كل قبائل اليمن على تواجدهم وتفاعلهم مع قضية الشهيد المغدور به هشام حميد وزوجته، ونطلب منهم المساندة الإعلامية بما يخدم القضية وبما يوصلنا إلى مبتغانا، وهي إعدام الجناه، إعدام هذه العصابة التي ارتكبت أبشع عمل إجرامي ينداله جبين كل يمني، ولا يرضي أي يمني مهما كان توجهاته أو انتماء. مطالبتنا من الجهات الرسمية أن يكونوا بمستوى المسؤولية، وأن يكونوا بنفس مستوى القوى الأمنية التي بذلت جهود جبارة. ونطالب الجهات القضائية أن تكون بنفس مستوى الجهات الأمنية، وبنفس الحماس اليوم فيه الآن، وبنفس الحماس الذي قامت به الجهات الأمنية. ونطلب العدالة، ورسالتنا إلى قائد الثورة وإلى رئيس الجمهورية أن يوجه الجهات القضائية بمحاكمة مستعجلة حتى تكون رادع لكل من تسول له سوء المساس بدماء الأبرياء والمساس بأمن الوطن والمواطن، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. طلبنا القصاص العادل والعاجل من هؤلاء العصابة المجرمة. وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كل المتفاعلين مع القضية، ومن كل من والمتعاطفين مع القضية أن يستمروا بزخمهم الإعلامي. نعم، بنفس الزخم هذا الآن، بنفس الزخم الإعلامي إن لم يكن أكثر، حتى نوصل إلى مبتغانا، وهي تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين الذين ساروا وقتلوا واغتيلوا بدون أي وجه حق، ظلما وعدوانا. مطلبنا من كل أبناء الشعب اليمني هو مساندتنا حتى نوصل إلى القصاص العادل. والنعم. تم. أيضا نطلب من الجميع الإعلاميين عدم الإساءة إلى أي شخص أيا كان، وأن يستمروا في التفاعل والوتيرة العالية حتى إنهاء القضية بإعدام الجناه بإذن الله تعالى.